دلوقتي انا عايزه ابدا في الجزء بتاع الدراع واعمل الدراع كله. ليه؟ انا لسه مخلصتش بقيه الجسم، فهكمل الدراع الاول واللي اتبقى من الخيط احطه في الجسم عشان اقدر اطوله على قد ما اقدر. تمام، انا عايزاه طويل. فانا شلت الابره منها وحطيتها على دي. اوكي، وهعمل دلوقتي الجزء بتاع الدراع. هتلاحظوا ان هو محطوط على خيط زي ما احنا عاملينه. الخيط ده انا مش هشيله، مش هفكه، مش هقطعه يعني، عشان لو حصل غلطه اقدر ارجع لها تاني. فهعمل ايه؟ هنقل كل الغرز. هحضر الاول ابره كروشيه. تمام، مناسبه للخيط ده انا استخدمت ابره 5 والابره بتاعتي والكورد بتاعها تقريبا 80 سنتي، يعني الابره دي طولها 80 سنتي عشان تنفع لي الدراع، عشان اعملها دايره بطريقه الحلقه السحريه زي ما احنا متعلمين. هعمل ايه دلوقتي؟ هنقل كل الغرز دي على الابر، مش هشيل الخيط. هنقلها ازاي؟ اهو، هدخل جوه الغرزه كده جنب الخيط. انا وريتكم الخطوه دي قبل كده في البلوفر، في حاجات كتير انا بكررها، يعني الكم ده هيبقى شبه البلوفر برضو. هحاول اقربها لكم، البلوفر كبير جدا. وهنقل الغرز بتاعتي كلها جنب الخيط. شايفين انا مش بفصل الخيط، ما بدخلش فيه كده، انا بنقل الغرز عادي جنب الخيط عشان اعرف اشد الخيط في الاخر زي البلوفر برضو. خلصت حبة، شدي شوية الكورد واكمل. انا هقسم الغرز بتاعتي بالنص بالظبط، اشوفهم كام غرزة واحطهم بالنص عشان اعملها حلقة سحرية. تمام، لف واشد الخيط الكورد يعني وابدأ اشتغل. اكمل بقية الغرز، احطها على الابرة. كده انا حطيت الغرز كلها على الابره اهو زي ما انتم شايفين، وقسمتهم بالنص، فانتي تقسميهم وبقت كأنها حلقه سحريه. ادي الابر وادي الكورد. تمام اهو، كده الغرز كلها متقسمه بالنص. دلوقتي بقى انا لو اشتغلت على طول كحلقه سحريه، وطبعا هحضر خيط جديد. المهم دلوقتي لو اشتغلت على طول حلقه سحريه هيبقى في جاب كبيره هنا في النص، فهلقط غرزتين زي ما عملت في البلوفر. تمام، مش لازم يعني مفيش قاعده معينه هتلقطي الغرزتين دول فين، في اي مكان. هحضر خيط جديد اهو من نفس اللون، وهختار مكانين اخد منهم غرزه، يعني هاخد غرزتين، يعني مثلا هاخد هنا وهنا، واقوم حاطه الخيط. بس اهو الخيط لوب زي ما عملت هناك اهو. هعمل الخيط لوب كده واحطه على الابره واقوم شداه. اسيب الخيط القصير ده هربطه في الاخر واخد غرزه تانية في مكان تاني، مثلا اخد دي ودي. تمام، هنا يا جماعه مفيش قاعده، انا بس باخد غرزتين
ولو الغرزه يعني لقيتي حاسه ان المسافه مش كويسه، يعني لسه في جاب، ممكن تقومي يعني تفكي وتاخدي غرزتين في مكان تاني وهكذا. يعني انت بتجربي. اوكي، اهم شيء الجاب دي، الفجوه الكبيره دي تتقفل. الغرزتين دول هحطهم على الابره دي. اشد الخيط القصير واشد الخيط الكبير. اوكي اهو. فين الابره اللي خارج من الخيط؟ ورا. هشتغل حلقه سحريه، هدخل الابره دي مكانها واشد الابره، شدت جزء منها والجزء التاني اهو. هنعمل حلقه سحريه عاديه جدا، وهشتغل صف كامل غرزه عدله، دايره كامله يعني اهو. ادي الابره اللي خارج منها الخيط، وادي دي، وهشتغل غرزه عدله. اهم شيء وانتي بتشتغلي ما تاخديش معاكي الخيط الاسود اللي هو اللون ده، تمام؟ عشان في الاخر احنا بنشده مع بعض، يعني بنسحبه. اقربها لكم اهو. شايفين الخيط ده؟ ما تاخديش معاكي وانتي بتشتغلي، يعني ما تعمليش كده وتقومي واخداه معاكي، احنا بناخدوش معانا. حاولي تفصليه وهو صف وهيعدي، يعني مش هيضايقك تاني. لو انتي واثقه من نفسك قوي خلاص فكيه خالص واقطعيه، بس انا عن نفسي مش بحب اعمل كده، عشان ساعات بعمل الكم ضيق او ساعات بعمله واسع وبضطر افكه تاني، افك جزء على الاقل. هشتغل صف كامل غرزه عدله. طريقه الحلقه السحريه اهو. خدي بالك وانت شغاله ما تاخديش الخيط الاسود، ما تخشيش في جواه، خليه في الصف ده عشان ما تنقلوش معاكي في الصف اللي بعده. كده خلصت الصف بتاعي. هعمل ايه؟ زي ما احنا متعودين، هلف القطعه كلها للناحيه التانية اهو. هرجع الابره دي مكانها زي ما احنا متعودين، يعني تجاهلي البلوفر كله واشتغلي عادي حلقه سحريه. الابره في الاتجاه ده، الابره اللي خارج من الخيط اخرج جزء منها والجزء التاني اهو، وابدا اشتغل غرز عدله لحد الاخر. هتلاحظوا هنا بص الخيط اهو الاسود بقى من تحت وما نقلتوش فوق معايا. كده وصلت للغرزتين اللي كانوا زودتهم. هتحسيهم واسعين شويه بس ده عادي. شدي بس الخيط القصير واشتغليهم عادي. ممكن الخيط القصير ده نربطه عشان بس ما يتفكش. اوكي اهو. هتحسي ان هما واسعين، كل اللي هتعمليه هتشدي الخيط القصير هتلاقيهم يضيقوا. يعني الخيط القصير ده مش مربوط في حاجه، ممكن تربطيه في اي حاجه دلوقتي. اربطه في الخيط الاسود ده عشان بس ما يتشدش معايا. كام صف كده وبعد كده خلاص. كده انا خلصت صف كامل من الغرزه العدله. الصف اللي بعده هنقص. هبدا في التنقيص عشان الكم بتاعي لو اشتغلت كده على طول هتحسي ان هو واسع جدا، تمام؟ فانا هبدا في التنقيص. الصف اللي بعده هلف. هنقص فين بقى؟ هنقص في الجزء اللي تحت الباط. يعني مثلا اهم شيء انقصهم دلوقتي من الغرزتين اللي لسه مزوداهم، فهنقص غرزه في الصف الجاي. هوريكم ازاي. هلف القطعه بتاعتي واشتغل صف غرزه عدله لحد اما اجي لحد اخر غرزتين وانقصهم مع بعض. اوكي ادي الابره اللي خارج من الخيط، هسحبها واشتغل غرز عدله.
وده هيبقى صف التنقيص اللي احنا هنكرره كتير. هكمل انا لحد الاخر ولحد اخر غرزتين وهوريكم ازاي نقص. انا في الدايره التانية قررت اخلصها عشان ابدا في تنقيص. هعمل ايه؟ شايفين الغرزتين دول اللي احنا مزودينهم قبل كده؟ الغرزتين دول تمام، مش دول يعني، دي هشتغل عادي. هعمل ايه؟ هنقصهم مع بعض. اصلا الغرزتين دول زياده فاحنا محتاجين ننقصهم مع بعض. طريقه تنقيص الغرز العادله الفيديو بتاعها موجود تحت في الديسكريبشن بوكس، وهتلاقوه برضو على القناه، يعني اللي منكم ما يعرفش فين الديسكريبشن بوكس. هنقص عادي طريقه يعني غرزتين مع بعض، بدل ما اشتغل في اللوب الامامي بتاع غرزه واحده هخش في اللوب الامامي بتاع الغرزتين واشتغل عادي، وانا شرحتها كتير قبل كده. كده احنا خلصنا صف التنقيص. تمام، هكمل بقى ازاي بقيه الكم عشان يبقى مقاسي. تمام، هشتغل ازاي؟ هشتغل صف تنقيص زي ما احنا عملناه اهو، اللي هي دايره فيها تنقيص في الاخر تحت الباط بالظبط، وصف صفين غرزه عدله، يعني صف تنقيص صفين غرزه عدله، وهكذا. بالنسبه لي انا هفضل انقص واشتغل بالمنظر ده، صف تنقيص صفين غرزه عدله، لحد ما يبقى عندي على الابره 30 غرزه. تمام، 15 من هنا و15 من هنا بالظبط. تمام، انا مقسمه الغرز 15 و15. اوكي، يعني لما اوصل فانا هفضل انقص لحد 30 غرزه. 30 غرزه ده اللي هو المقاس المناسب ليا انا، لان انا دراعي شويه رفيع. بس طبعا انتوا ازاي تقدروا توصلوا للمقاس المناسب ليكوا؟ انتوا تعملوا ايه؟ كل ما تشتغلوا صف تنقيص 3 وصفين غرزه عدله، هتقوموا قايسينه وتشوفوا اذا كان الوسع ده مناسب ولا لا، لحد ما توصلوا للوسع اللي انتوا عايزينه ضيق، عايزينه واسع، براحتكم على قد دراعكم. اول ما توصلي للمقاس اللي انت عايزاه، تمام، هتقومي عامله ايه؟ هتقومي شغاله غرز عدله وتوقفي التنقيص، صفوف من الغرز العدله لحد ما توصلي مثلا لحد هنا، وبعد كده تبداي في غرزه الرب عشان تعملي اللي هو الجزء بتاع المعصم، غرزه رب. تمام، عايزه مثلا توقفي لحد هنا براحتك، عايزه الرب لحد هنا، عايزه الكم طويل قوي لحد هنا، في ناس بتحب تعمله طويل قوي وتتنيه، بصي براحتك، فالحاجه دي ترجع لك انت، مفيش باترن ثابت هنا. يعني كده انا هفضل اشتغل صف غرزه عدله وانقص فيه، وصفين غرزه عدله بس. تمام، هفضل اشتغل بالمنظر ده، صف تنقيص صفين غرزه عدله، لحد اما اوصل للعرض المناسب ليا. تمام، اللي هو عباره عن 30 غرزه، وانتي شوفي برده ايه العرض المناسب ليكي، هتقيسيه كل شويه وتشوفي. وبعد كده اوقف التنقيص خالص وابدا اشتغل غرز عدله بس، داير ما يدور لحد اما اوصل لحد هنا. بالنسبه لي انت شوفي انت عايزه توقفي لحد فين، وبعد كده هعمل غرزه الرب واقفل الجزء ده وهوريه لكم. تمام، في تريكه بس في التنقيص. الاول احنا حطينا الغرز بتاعتنا بالظبط، قسمناهم على الابره من هنا ومن هنا، صح كده، عشان تبقى حلقه سحريه. بس انا هنا زودت غرزتين وحطيتهم هنا، فدول زياده، فعشان كده انا نقصتهم من الناحيه دي. الصف اللي بعده برضو اللي هو اشتغل صفين غرزه عدله، والصف اللي بعده في التنقيص هنقص برضو الاثنين دول عشان ارجع لنفس العدد اللي احنا بدأنا منه. بعد كده التنقيص بتاعي هيبقى ماشي ازاي؟ لو انا فضلت انقص من الغرزتين دول هتلاقي ان الجزء ده التنقيص بقى ماشي كده وبقى شكلها مش لطيف، وهتبين لو انتي جربتي يعني. فانتي بتنقصي ازاي؟ انا عايزه احافظ على نفس العدد اللي هو هنا وهنا، يعني الغرز اللي هنا قد الغرز اللي هنا بالظبط. فهتنقصي ازاي؟ هنقص غرزتين من هنا مره، والمره اللي بعدها غرزتين من هنا، غرزتين من هنا، وغرزتين من هنا. يعني مره تنقصي في الحته دي اللي هو من تحت الباط، ومره التانية تنقصي برضو من تحت الباط في الناحيه دي، فتحافظي على نفس عدد الغرز ثابته. يعني انا هفضل انقص لحد 30 غرزه، هيبقى عندي هنا 15 وهنا 15، لان كل مره بنقص مره من هنا ومره من هنا، اللي هو اخر غرزتين من هنا او اول غرزتين من هنا. تمام، يعني دي بدايه الصف. يعني صف التنقيص هتقومي مثلا اول صف تقومي شغاله الدايره كامله وتوصلي لحد اخر غرزتين تنقصيهم مع بعض، وبعد كده تشتغلي دايرتين غرزه عدله. الدايره اللي بعديها في التنقيص هتعملي ايه؟ هتشتغلي اول غرزتين تنقصيهم مع بعض، اول غرزتين في الدايره، وتشتغلي دايره بقيه الدايره كامله.
بعد كده برضو تشتغلي دايرتين غرزه عدله. ده الصف اللي بعده في التنقيص هتقومي منقصه اخر غرزتين، يعني هكذا هيبقى بالتبادل. صف تنقيص هيبقى اخر غرزتين من هنا، صف تنقيص هيبقى اول غرزتين من هنا. اوكي، هي دي الطريقه اللي هتكملي بيها عشان بس يبقى شكلها، يعني شكل كل غرزه تنقيص هتبقى من تحت الباط مش هتبينه. لكن لو اشتغلتي كل مره هتنقصي او اخر غرزتين في الدايره هتبقى شكلها غريب وهتبقى ماشيه كده، شكلها صعب جدا يعني. لكن زي ما قلت بالتبادل، اخر غرزتين في الدايره واول غرزتين في الدايره. ونكمل بالمنظر ده كده. انا خلصت الكم بتاعي واشتغلته بنفس النظام اللي احنا اتفقنا عليه، بس في تغيير بسيط انا عملته. زي ما قلنا اللي احنا بننقص غرزه من تحت تحت الكم من هنا، تمام. صف هنقص صفين غرزه عدله، صف هنقص صفين غرزه عدله لحد ما تقيسيه كل شويه وتشوفي العرض المناسب ليكي. انا بالنسبه لي العرض المناسب ليا هو 30 غرزه زي ما قلنا. بعد كده اشتغلت غرز عدله كامله، يعني غرز عدله بس، صفوف من الغرز العدله لحد اما وصلت لحد هنا، تمام. بعد كده رجعت انقص تاني بنفس الاسلوب، تمام، اللي احنا اتفقنا عليه، اللي هو صف تنقيص صفين غرزه عدله، صف تنقيص صفين غرزه عدله، تمام. وزي ما قلت لكم احنا بننقص فين، مره في اول الدايره ومره في نص في اخر الدايره، تمام. زي ما قلنا في اول الفيديو، تمام. قعدت انقص لحد اما وصلت ل 24 غرزه لحد هنا، فتلاحظي ان هو متنقصه بالتساوي كده. فانا قعدت انقص لحد 24 غرزه، وبعد كده اشتغلت غرزه الرب اللي هي 2 غرزه عدله 2 مقلوبه، المفروض تكونوا عارفينها، تمام. وبعد كده قفلت الكم بتاعي بطريقه غرزه الرب الواسعه، تمام. انا ليه بقى نقصت الجزء ده؟ الجزء ده انت مش لازم تعمليه، لو انت عايزه تعمليه براحتك. انا بالنسبه لي الجزء ده عندي رفيع شويه، تمام. فانا مش عايزه الكم بتاعي يبقى واسع، يبقى وصل لي لحد هنا، انا مش عايزاه يبقى واسع قوي كده، فانا عايزاه يبقى قدي مقاسي. فانا قررت ان انا انقص شويه في الناحيه دي هنا، من اول هنا مثلا بدات انقص، واشتغلت الكم بتاعي لحد هنا بغرزه الرب. يعني الرب بدات من اول هنا لحد هنا، لان انا عايزه الكم بتاعي يبقى طويل شويه، تمام. لو انت مش عايزه كده ما تعمليش، بس انا استخدمت نفس طريقه التنقيص اللي انا وريتها لكم، تمام، اللي هي صف تنقيص صفين غرزه عدله، صف تنقيص صفين غرزه عدله لحد ما تبقى عندي 24. طبعا مش كل الناس هيبقوا مقاسي اللي هو المقاس الصغير ده، يعني 24 غرزه ده قليل جدا. فشوفي برضو نفس النظام، ممكن تنقصي غرزتين 4 مثلا وتشوفي تقيسيها كل شويه اذا كانت عرفتي تدخلي ايدك جوه ولا لا، تمام، لان ده مقاسي انا. وبعد كده اشتغلت غرزه الرب، تمام. بالنسبه للتقفيل انا مش هشرح هنا في الفيديو ده التقفيل، سواء تقفيل الكم او تقفيل اخر البلوفر من تحت. انا مش هشرح الجزء ده هنا لان انا عامله فيديو ليه قبل كده. الفيديو موجود تحت عندي في القناه، وحاطه اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن بوكس، اللي هو تقفيل غرزه الرب بطريقه واسعه، هو ده الفيديو، تمام. فانا هستخدم نفس الطريقه في ان انا اقفل سواء كان الكم او اي حاجه في البلوفر ده اللي هو الجاكيت، يعني هستخدم نفس طريقه التقفيل، فياريت تتفرجوا على الفيديو افضل، تمام. وبكده انا خلصت الكم، انا خلصت الفردتين بنفس الطريقه، تمام، اللي احنا شرحناها مع بعض. احنا كنا واقفين مع بعض لحد هنا، وانا كملت هنا صفوف من الغرز العدله، وبعد كده نقصت تاني بنفس الطريقه، وبعد كده اشتغلت غرزه الرب، ودي بسيطه جدا اللي احنا اتعلمناها قبل كده كذا مره، وانا برضو شرحتها في فيديوهات، اللي هي 2 غرزه عدله 2 مقلوبه، بس كده. وطبعا لازم تكوني معاكي يعني عدد من الغرز تناسب الغرزه بتاعه الرب. ليه؟ لان غرزه الرب محتاجه تكرار 4، فانا لما وصلت لحد 24 غرزه ده فعلا العدد المناسب للرب، اللي هو 24 غرزه يتقسم على 4، تمام. لو انت مثلا وصلتي لعدد ما ينفعش يعني ما ينفعش غرزه الرب، كل اللي ممكن تعمليه ان انت عشان توصلي لغرزه الرب دي ممكن تزودي او تنقصي غرز. يعني ايه؟ يعني وانت شغاله غرزه الرب نفسها مالكيش دعوه بالغرز اللي هنا، مالكيش دعوه بالصفوف اللي هنا، انت اوريدي نقصتي هنا. اول لما تبداي في غرزه الرب وانت بتعمليها اثناء الشغل بتاعها، يعني في اول صف ممكن تنقصي غرزه او تزودي غرزه، تمام. ويفضل انك مثلا تزودي غرزه، مش هتبان. ليه؟ لان غرزه الرب اصلا عامله زي الاستيك بتكش كده، تمام، بالنسبه لبقيه الشغل، فانت لو زودتي مش هتبان حاجه.
لكن لو نقصتي هتحسي ان شويه ان هو ضيق عليكي لو بداتي تنقصي. يعني مثلا لو انت عندك 26 غرزه وعايزه تشتغلي غرزه الرب كده في غرزتين زياده، فانت ممكن تعملي ايه؟ يا اما تزودي الغرزتين كمان ويبقوا 28 غرزه اللي هو مناسب لغرزه الرب، او ممكن تنقصي غرزتين ويبقوا 24 غرزه اللي هو برده مناسب لغرزه الرب. شوفي اللي يريحك وانت شغاله. مثلا يعني المفروض تشتغلي 2 عدله 2 مقلوبه 2 عدله 2 مقلوبه، وانت بتشتغلي مثلا غرزه عدله تقومي شغاله غرزتين مع بعض. وانت مثلا ده لو هتنقصي. لو هتزودي وانت شغاله مثلا غرزه عدله تقومي مشتغله مزوده غرزه فيبقوا غرزتين عدلين، واللي بعدها يبقوا غرزتين مقلوبين، وهكذا. تمام؟ في اول صف خالص تزودي او تنقصي عشان تحصلي على نفس العدد. ودي برده نفس الطريقه اللي انا هستخدمها تحت موضوع التنقيص والتزويد، هبقى اشرحه ساعتها. كده انا خلصت الاتنين كم بنفس الطريقه اللي احنا قلنا عليها، وخلصت الجسم لحد ما وصلت للطول اللي انا عايزاه. انا تانية البلوفر عشان مش هيقضي كله في الكاميرا، فانا ده الوش بتاعه. تمام؟ عشان بس تبقوا متخيلين الموضوع. وادي الجسم من الناحيه التانية. انا تانية تلاحظوا. المهم انا قعدت اشتغل لحد اما حسيت ان ده الطول اللي انا عايزاه. انا حتى ما اعرفش انا يعني ما عدتش انا عملت كام صف بصراحه. انا اشتغلت لحد ما حسيت ان ده اللي انا عايزاه. كل شويه بقيسه بشوف. لو انت عايزاه اطول من كده براحتك، اللي هو ممكن تحطيه لحد مثلا فوق الركبه بشويه لو انت عايزاه تونيك، وهكذا. لو انت عايزاه قصير وقفي بدري. دلوقتي انا عايزه اعمل ايه؟ انا عايزه اشتغل غرزه الرب زي ما انا اشتغلت غرزه الرب في الكم هنا، واشتغلته في الياقه، وهشتغله لسه كمان هنا في الجزء ده برضو. طبعا لازم نشتغل غرزه الرب هنا. انا حاليا لسه معرفش انا هعمل غرزه الرب قد ايه. يعني مثلا انا عايزه اعملها في حوالي من 10 ل 15 صف. انا هنا اشتغلت غرزه الرب تقريبا 15 صف. تمام؟ طبعا انتي وذوقك، لو انتي عايزاه قصير عايزاه طويل براحتك. انا كنت عايزاه طويل، فانا لسه مش عارفه اذا كنت هعمله قد ايه. مثلا ممكن من 10 ل 15 صف، ده اللي انا هعمله يعني. المهم غرزه الرب اللي انا هعملها هنا اللي هي المفروض 2 غرزه عدله 2 مقلوبه، اللي هي عباره عن تكرار 4 غرز. تمام؟ محتاجه ان في الاخر يبقى فيه تكرار 4 غرز، في الاخر غرزتين عدلين زي ما عملنا في الياقه. بدأنا ب2 غرزه عدله. تمام؟ وهننتهي ب2 غرزه عدله. ده على الوش طبعا. وعلى الظهر بدأنا ب2 غرزه مقلوبه وهننتهي ب2 غرزه مقلوبه. ده اللي انا عايزاه في غرزه الرب بتاعتي. فده معناه ان هو غرزه الرب دي لازم تبقى تكرار 4 غرز زائد 2. تمام؟ فانت محتاجه تكرار 4 غرز، يعني عدد يتقسم على 4. تمام؟ وبعد كده تقومي مزوده غرزتين اللي هما ال2 غرزه عدله على الوش. تمام؟ فانا هنا عديت عدد الغرز بتاعتي لقيتهم 94 غرزه، وده لحسن الحظ يعني ان هما 94 غرزه بالنسبه لي. فانا هنا مش محتاجه انقص ولا ازود اي غرز. 94 اللي هما عباره عن 92 زائد 2. 92 اللي هو عباره عن تكرار 4 23 مره. تضربي 4 في 23 يبقوا 92 غرزه زائد ال2 غرزه اللي انا قلت عليهم اللي هو تكرار 4 زائد 2. تمام؟ لو انت بقى عديتي العدد الغرز بتاعتك ولقيتيهم ما يناسبش العدد ده، يعني مثلا لو انت عديتيهم لقيتيهم 92 غرزه اللي هما تكرار 4 بس مفيش غرزتين، هتعملي ايه؟ هتعملي حاجه من الاثنين. لا اما هتزودي غرز لا اما هتنقصي غرز وانت شغاله في اول صف من غرزه الرب. يعني ما تزوديش وانت شغاله في الغرز العدله هنا، بتشتغلي وانت بتعملي اول صف من غرزه الرب. ليه؟ لان بطبع غرزه الرب ان هي بتكش كده عامله زي الاستيك، فلو زودتي او نقصتي مش هيبان. ويفضل انك تزودي بصراحه لان هي مش هتبان. لانك لو عايزه، يعني انا عن نفسي مش عايزه الجاكيت بتاعي يبقى مكشكش من تحت قوي كده، فانا زي اتفرد. فيفضل انك تزودي مش تنقصي. تمام؟ وتنقصي فين وتزودي فين؟ في اول صف من غرزه الرب وانت بتشتغليه 2 غرزه عدله 2 مقلوبه وهكذا. تمام؟ فانتي وانت شغاله تقومي مزوده الغرزتين العدلين وانت شغاله، سواء مقلوبين او عدلين مش هتفرق. انت كده شغاله في 2 غرزه عدله 2 مقلوبه. لما تزودي الغرزتين دول هيبقوا بدل 92 غرزه 94 غرزه. تمام؟ اهم شيء ما تزوديش الغرزتين جنب بعض. بتزوديهم فين؟ هنا مره واحده هنا وواحده هنا عشان ما يبانوش. هنا دي اللي هي تحت الباط. لو مشيتي من اول تحت الباط لحد هنا هتلاقيها هنا. طبعا مش لازم بالظبط تحت الباط بالظبط. تمام؟ مش لازم يعني، بس اهم شيء ان هما يبقوا بعاد عن بعض في حته متداريه شويه، ودي تعتبر اكتر حته متداريه في الجاكيت. فتقومي مزوده واحده هنا واحده هنا. مش هتفرق الطريقه اللي انت بتحبيها، سواء تزويد الغرز العدله او تزويد الغرز المقلوبه وانت شغاله في اول صف.
الفيديوهات دي كلها موجوده تحت في الديسكربشن بوكس. في بعض الحاجات انا ما شرحتهاش قوي في الفيديو عشان انا معتمده ان انا عامله لها فيديوهات قبل كده وموجوده على القناه. تخشي على القناه هتلاقي دروس تعليم التريكو، هتلاقي كل الفيديوهات انا حطاها تمام ورا بعض، وحاطه برده اللينكات تحت في الديسكربشن بوكس. الديسكربشن بوكس اللي هو صندوق الوصف تمام. يعني مثلا هنا انا تحت الكم، هحاول اخليكم تتخيلوا الموضوع شويه للي منكم مش فاهم. نتخيل مثلا ان احنا اشتغلنا 2 غرزه عدله 2 مقلوبه، وصلنا لحد هنا، دول غرزتين مقلوبين، اشتغلتهم غرزتين مقلوبين تمام. خلاص كده نقلتهم للابره الثانيه وبقوا غرزتين مقلوبين تمام. هعمل ايه لو انا هزود غرز؟ هشتغل هنا غرزه عدله، بعد كده اقوم مزوده غرزه، شوفي الطريقه اللي انت عايزاها، واشتغلها غرزه عدله، اللي هي الغرزه اللي انا زودتها تبقى غرزه عدله تمام. وبعد كده يعني الغرزه دي كانها هتبقى غرزتين عدلين، وبعد كده هيبقى هنا غرزه مقلوبه، غرزه مقلوبه، 2 عدلين، 2 مقلوبين، 2 عدلين، وتكملي عادي. لو انت بقى عايزه تنقصي مش تزودي، دول مثلا 2 غرزه مقلوبه، هتعملي ايه؟ خلاص اشتغلتيهم 2 غرزه مقلوبه، هتقومي شغاله الاتنين دول مع بعض غرزه عدله، هيبقى عندك على الابره غرزه عدله واحده بس من الاتنين دول، يبقى ناقص لك غرزه كمان عدله، اللي احنا بنشتغل 2 غرزه عدله 2 مقلوبه، هتبقى دي كمان عدله، و2 مقلوبين، 2 عدلين، 2 مقلوبين تمام. لو انت مش متخيله الموضوع امشي معايا وانا يعني امشي وانا بتكلم وانت شغاله في الغرز تمام. اللي هو ادي 2 مقلوبين خلصتيهم، هتقومي في التنقيص شغاله الاتنين دول مع بعض تمام، وتقومي شغاله دي 2 مع بعض، دول هيبقوا غرزه عدله، بعد كده دي غرزه عدله، هيبقوا الثلاثه دول هيتحولوا كانهم غرزتين عدلين، الاتنين دول مع بعض ودي لوحدها كده غرزتين عدلين، يبقى 2 مقلوبه 2 عدلين، بعد كده تشتغلي عادي كملي 2 مقلوبه. ده لو هتنقصي هتزودي 2 مقلوبين اهم اشتغلتهم، يبقى الدور على 2 عدلين، هشتغل الغرزه دي وازودها، هيبقى هي نفسها لوحدها هتبقى 2 غرزه عدله، هزودها وتبقى 2 غرزه عدله. شوفي طريقه التزويد اللي تناسبك. فالغرزه الواحده دي هتتحول ل 2 غرزه عدله، يعني هشتغل دي غرزه عدله وازود فيها غرزه عدله كمان، او ازود من هنا، شوفي الطريقه اللي تعجبك. بعد كده اشتغل 2 مقلوبين، يعني دي هتبقى 2 مقلوبين ودي كمان هتبقى 2 مقلوبين، والغرزه العدله دي بس هتتحول ل 2 غرزه عدله تمام كده. زي ما قلنا سواء تزويد او تنقيص الغرز هيبقى وانا شغاله في اول صف من غرزه الرب تمام كده. اوكي، المقطع اللي جاي هكون خلصت غرزه الرب وخلصت التقفيل بتاعها تمام. وزي ما قلت انا هستخدم نفس طريقه التقفيل اللي استخدمتها في الكم، اللي برضو انا مش هشرحها هنا في الفيديو لان انا شرحتها في فيديو قبل كده زي ما قلت لكم، موجود على القناه وموجود اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن بوكس. هي دي الطريقه اللي انا هستخدمها، طبعا في طرق تانية كتير جدا على النت، شوفي الطريقه اللي تعجبك. انا بالنسبه لي هستخدم الطريقه دي اوكي لان هي بتبقى واسعه شويه. المهم وهبدا ان شاء الله في الجزء اللي جاي في ان انا اعمل القط غرز حوالين الجاكيت من هنا بطول الجاكيت كله، من هنا ومن هنا، يعني هعمل معاكم واحده تمام، ونلقط غرز من هنا ونشتغل غرزه رب.